السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندي نصيحة، وهاي النصيحة مجانية. اللي يريد ياخذ بيها حياه الله، اللي يريد ما ياخذ بيها هم براحته، ما نجبره، لا ينزعج من عندنا. هاي الملاحظة وهاي النصيحة اخواني الكرام، انه ينبغي ان نحتفظ ببعض الخصوصيات في حياتنا الشخصية العائلية، معلوماتنا، أسرتنا، أولادنا، نحتفظ بها داخل الأسرة. زين، ليس من الصحيح أن ننشر كل جزئية وخصوصية في الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي، لأنه هنالك شيء اسمه الحسد. الآن لاحظوا مثلا كثير من الناس ابنه نجح، هسه ابنك ناجح من الابتدائية، بأسرتك بعائلتك يحتفلوا كيك وشربت وكذا وباركوا له وانطوا هدية، تنشرها بالحالة وبالواتساب فكأنما ما أدري شنو ابنه صانع لنا مثلا صاروخ باليستي أو علاج للسكر والضغط. كلها أولادها ناجحة ابتدائية، ثالث متوسط نجحة وكذا، وينشر وكذا. إخواني أكو شيء في القرآن الكريم والروايات اللي هو الحسد. أنت ما تخاف على ابنك، ما تخاف على بنتك ناشر معدلها ونجاحها وكذا، أكو غيرة، أكو حسد، أكو تنافس يصير. فالمفروض ما ننشر هاي الخصوصيات. شوفوا النبي صلى الله عليه وآله يقول: استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان. بالكتمان، بالسر، اكبس. زين، فمو كل شيء احنا، بعض الناس يعني انا رايح للنجف، انا رحت الكربلة، انا هسه طلعت، انا قريت دعاكم، انا قريت كذا. زين، بعضهم اكثر من ذلك. الان بعض الاخوة الجدد، العرسان الجدد، حتى يتغزل بمرتب التواصل الاجتماعي. زين، مو صحيح اخواني، مو صحيح. خلوا خصوصيات لعوائلكم، خلوا خصوصية لمعلوماتكم، واحتفظوا ببعض الامور الشخصية وبعض النجاحات. لانه صدقوني بعض الاباء يجيني يقول: الاستاذ ابني كان كله احفاء، فجأة طفت عنده جوزه، فجأة. زين، اخواني اكو شيء اسمه حسد. زين، اكو تنافس، اكو غيرة. الرجاء انه احنا هلا بعدم نشر كل شيء على شبكات التواصل الاجتماعي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.